واحد من احتفالات مغربية بالحايك في مدينة طنجة بمناسبة عيد المرأة، وما رافقه من احتجاج جزائري على ما اعتبرته الجزائر سرقة لتراثها. خرج الرئيس عبد المجيد تبون بتصريح قوي في أول تصريح رسمي على أعلى مستوى بخصوص هذا الجدل القديم الجديد بين المغاربة والجزائريين. تبون وفي نفس الإطار أي احتفالات عيد المرأة وما يتبعها من تظاهرات وقف أمام معرض للصناعات الحرفية التقليدية وقال: تراثنا واحد، الوقت اسمحنا فيه، أي لم نعتني به ولم نحافظ عليه حتى سرق منا أو كاد. لكم تحية الجزائر من جديد. هذا التراث هذا واحد الوقت سمحنا فيه حتى حبوا يدوه لينا. يعطيك الصحة. فهمتي؟ صح، لازم دوك الدور ديالنا لازم نبينوه تطوروه وتحموه. لازم. واغلب التقاليد تاعنا اليوم تفوت اليونسكو. تترسخ نهائيا ان شاء الله باش تدخل في التراث البشري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. يعطيك الصحة. الله يعاونك. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن أطرافا أرادت سرقة تراث بلاده المحلي، وشدد على ضرورة إيداع ملفات لدى منظمة اليونسكو للحفاظ على الموروث الجزائري من السرقة. وخلال زيات قادته إلى معرض يخص النساء الحرفيات بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، قال تبون أن الجزائر فرطت في وقت سابق في تراثها حتى أراد البعض سرقته منها، وأوصى بضرورة إيداع ملفات تخص الموروث الجزائري لدى منظمة اليونسكو لحمايته من السرقة.